طب تعالوا بقى نشوف ازاي نحب نفسنا. اول حاجة انك تقبل نفسك، self acceptance. انك تقبل شكلك، عينيك، شعرك، لونك، طولك، يعني كل حاجة. انك تقبل اسرتك وبلدك وبيتك وبيئتك. انك تقبل مميزاتك وعيوبك. انا عندي مميزات وعندي عيوب، اقبلها بالشكل اللي موجودة هي عليه دلوقتي، واعترف بيها انه انا عندي النقط القوة دي وعندي نقط الضعف دي او العيوب دي. كمان تقبل اي حاجة انت مش هتقدر تغيرها، يعني اسرتك، وضعك، اي حاجة، زي اي حاجة انت مش هتقدر تغيرها، اقبلها وسلم بيها ان هي ده الواقع بتاعك. اخر حاجة بقى، انت لما تقبل نفسك وتعرف انك انت انسان غير كامل، لان الكمال لله وحده، دي نقطة هتريحك، لانه محدش فينا انسان كامل، ولكن كلنا بنسعى ان احنا نطور نفسنا ونطور يعني قدراتنا الداخلية. اهم حاجة اقبل نفسي. عارفين زي ايه؟ زي حد، انسان ورث عن ابوه قطعة ارض، ما بيقولش لبابا هي قطعة الارض دي كبيرة او صغيرة، ما بيقولوش هي مستوية ولا مش مستوية، ولا هنا في الحتة دي ولا في الحتة دي. لا، انا قبلت قطعة الارض دي، انا قبلت الوزنات دي، انا قبلت الامكانيات دي والمواهب دي. انا هقبل من ايدك يا رب كل اللي انت اديتهوني، وهسعى دايما ان انا اطور نفسي. طيب يعني ايه قبول الذات او تقبل الذات؟ قبول الفرد لذاته هو يعني بيقبل كل سماته الشخصية، سواء إيجابية أو سلبية، ومش بيعترض عليها، هي بيعرفها هي كده. تاني نقطة ان احنا نقدر نفسنا، اللي هو السيلف اكسبتنس. بص، انا وانت وانتي كلنا انسان، احنا كائن فريد جدا متميز عن باقي المخلوقات اللي خلقها ربنا. عندنا حاجات مش موجودة عند بقية الكائنات. عندنا التفكير، عندنا المنطق، عندنا النطق، عندنا التخيل، عندنا الإرادة، وعندنا القدرة. عندنا حاجات مش موجودة عند بقية الكائنات. احنا كائن فريد، ولازم تعرف انه انت مميز عن اي حد تاني. انتوا تعرفوا انه احنا البصمة بتاعتنا مختلفة، بصمة الايدين بتاعتنا مختلفة، بصمة العينين مختلفة، بصمة الصوت بتاعنا مختلف. محدش فينا صوته زي التاني. يمكن يشبهه او نشبه بعض، ولكن كل واحد فينا نسخة مميزة جدا، ملهاش زي. انت نسخة ملكش زي. فانت لازم تعرف ان انت ربنا خلقك كائن مميز وكائن فريد جدا. وتفتكر انت لو انسان ملكش قيمة، كان ربنا خلق الكرة الارضية بكل ما فيها، الهواء والمية والارض والزرع وكل الحاجات دي، عشان احنا نعيش فيها، عشان حد ملوش قيمة؟ لا، احنا لينا قيمة، كل واحد فينا ليه قيمة. عارف، انا وانت وانتي وانتي عاملين زي حبة القمح. حبة القمح الصغننة دي، احنا عاملين زي حبة القمح. تخيل انت بقى حبة القمح دي اللي عملت مشكلة كبيرة دلوقتي، ان احنا بندور على حبة القمح. انا وانت وانتي كلنا حبة قمح. لو احنا اهتمينا بنفسنا هنبقى زرعة حلوة جدا تشبعنا وتشبع الناس اللي حوالينا. ف لازم تعرف ان انت كإنسان عندك امكانيات حلوة، وتقدر لما تطور نفسك وتستغلها وتستخدمها، يعني انك تستثمرها، انك هتبقى يعني زي حبة القمح كده اللي تشبع كل اللي حواليها.